بيبدأ فيلمنا وبيكون ديبوك ماسك حبل وبيحطه على رقبته وبينط من فوق الكرسي وبيموت، ولكنه بيكون بيحلم وبيصحى وبيكون مفزوع من الحلم. وبتكون مايا ساكنة في الشقة اللي جنبه وبتبدأ تجهز نفسها علشان تروح الشغل، وبنتها تارا بتنزل معاها. فديبوك بيبص عليهم وبيبتسم وبيفرح انه شافها وبيكون واقع في حبها، وبيدخل الحمام وبيتكلم مع نفسه في المراية زي المجانين، وبيعمل بروفا وهو بيكلم مايا علشان ما يتلخبطش في الكلام قدامها. وبتوصل مايا شغلها وبتكون شغالة في محل اكل، وبيروح ديبوك المحل وبيتكلم مع مايا وما بيكونش عارف يقول كلمتين على بعض، وبيطلب منها اوردر اكل. فبتروح تجيب له الاكل وبتديهوله وبيمشي، وبيكون الظابط اجيت واقف قدام باب المطعم وبيدخل يقعد، وبتشوف مايا وبتترعب من وجوده، وبتروح له وبتطلب منه يخرج بره ويمشي. فبيقول لها انها مراته والكلام ما بينهم لسه ما خلصش، وانها غيرت اسمها لمايا وبتشتغل في محل اكل وبيكون هيفضحها في المكان. فبتخاف مايا وبتطلب منه يتقابلوا بعد شغلها، وبتكتب له عنوان المكان. وبيوصل ديبوك المدرسه وبيكون شغال مدرس، وبيكون الضابط كاران عند القائد وبيطلب منه يوصل لاجيت. فبيروح كاران لمديره البار وبيسالها عن اجيت وامتى اخر مره شافته فيه، وبيوريها صورته. فبتتف عليها وما بتكونش طايقاه، وبتقول له انه كان موجود عندها من اسبوع وكان سكران وفرحان علشان كسب جايزه اليانصيب. وبتروح مايا تقابل اجيت وبتكون خايفه ومتوتره انه يأذيها. فبيبدا اجيت كلامه وبيقول لها حبيبتي سونيا، وبيكون ده اسمها الحقيقي، وبيكون عايز يمسك ايديها. فبتشد ايديها وبتقول له انه اتغير عن زمان وبيطلب منها يرجعوا تاني لبعض. فبتستغرب كلامه وبتساله عايز ايه بالظبط. فبيقول لها انه هيستقيل من شغله وكل اعماله فبيروح كارل الشمال للمدرسة وهيبدا وبيلاحظ بدايه ان جديده مايا موجودة وعايزها تكون وبيفتكر جنبه، انها هي وبيكلمها عن نفس الست بنتهم اللي شغالة في شافها في المطعم. المدرسه. فبيعمل فبتصدم من تحريات عنها كلامه وبيعرف وكانت انها مخبيه عليه عندها انها بنت واسمها مخلفه تارا، منه بنت. وبيكون ديبوك وبتمشي من المكان وبتكون خايفه على بنتها لحسن يخطفها منها، وبتجري على المدرسه وبتاخد تارا من مدرستها وبتطمن عليها وبيرجعوا البيت. وبيكون بتحضر مايا العشاء وبتسمع صوت حد بيخبط على الباب، وبيكون اجيت وبينده عليها باسم سونيا. فبتخاف مايا انه يفضحها وبتساله ايه اللي جابك هنا، امشي وما تعمليش مشاكل. فبقول لها افتح الباب نتكلم بس واسمعيني. فبتوافق وبتفتح له الباب علشان ما يفضحهاش، وبيبداوا كلام وبتقول له مايا انها ما عندهاش فلوس تديها له. في الوقت ده بتدخل تارا عليهم، فبتزعلها مايا وبتطلب منها تدخل اوضتها وما تخرجش منها. وبتروح مايا لاوضتها وبتاخد كل الفلوس اللي حليب حبل وبتخنقه لحد ما بيموت. بتتصدم انه قتلته وبتحاول تصحيه ولكنه بيكون مات. فبتحط عليه غطا وبتشده لحد باب الشقه وبتفتحه، بتلاقي ديبوك في وشها. فبتتوتر وبتاسف لها انه خضها، وبتدخل مايا البيت وبتشد جثه اجيت. فبتكون تقيله عليها وبتقرر انها تتصل بالشرطه، وبتعيط وبتحزن انها هتفقد بنتها وبتحضنها. فجاه الباب بيخبط وبيكون ديبوك وبيكون سامع كلامها من ورا الباب، وبيقول لها انه هيساعدها تخفي الجثه. فبيدخل البيت وبيكون ذكي جدا وبيقول لها انه عارف ان في شخص جوه البيت بسبب ان في سجاره مرميه عند الباب، وبيحلل جريمه القتل وبيفهم انها خنقت مايا الجثه بالحبل ومسكت تارا ايده علشان ما يفكش نفسه. وبيشيل الجثه وبيشوف في جيبه ايه، بيلاقي الفلوس اللي بيرجعها لمايا. بيقول لها ان اكيد في حد هيجي لها يسال عن اجيت ولازم يخفي الجثه. بيوصل الضابط كاران المدينه لاجيت موجود فيها، وبيقابل المفتش سينغ وبيكون المساعد بتاعه، وبيلفوا على الناس اللي في الشارع بصوره يمكن حد يعرفه. وبيخش كاران المطعم اللي مايا شغاله فيه وبيطلب منها اكل، وبيوريها صوره اجيت وبيسالها لو تعرفه. فبتقول له هي متوتره انها اول مره تشوفه دلوقتي. بيوصل ديبوك المحل وبيطلب طلبه المعتاد من مايا، فكاران بيشوفه وبيكون عارفه وبيسلموا عليه. بتيجي مكالمه لكاران فبيضطر يمشي، وبتتكلم مايا مع ديبوك وبتكون خايفه ومتوتره، وبتقول له ان كاران سالها عن اجيت وقالت له انها ما تعرفوش. وبيروح كاران للفندق اللي اجيت حاجز فيه، وبيلاحظ ان حاجته لسه موجوده، وبيسال مدير الفندق تعرف ايه عن اجيت. فبيقول له انه كان بيسال عن المدرسه اللي في الحي. فبيروح كاران للمدرسه وبيلاحظ ان مايا موجوده، وبيفتكر انها هي نفس الست اللي شغاله في المطعم. فبيعمل تحريات عنها وبيعرف انها عندها بنت واسمها تارا. وبيكون ديبوك واقف في الشارع وبيراقب الضابط. فبيروح يكلم مايا وبيقول لها ان كاران شخص عنيد جدا وهيوصل لها ويحقق معاها في اختفاء اجيت، وبيوصيها انها تجاوب على اسئلته بدون توتر ولا خوف، وان هم لازم يتخلصوا من الجثه.
جثة. بيروح كران يفحص جثة لقوها وسط الغابة ما بتكونش ملامحها باينة، فبيرجع للفندق وبيدور في غرفة اجيت عن اي حاجة ممكن ياخد منها الدي ان ايه بتاعه، وبيلاقي شعراية في المشط. بيبدأ الدكتور يفحص الجثة وبنعرف ان اللي قتله ضربه الاول واخفى ملامحه علشان محدش يقدر يتعرف عليه. بيروح كران يقابل مايا وبيخبط على الباب، فبتخاف تفتح وبتتصل بديبوك وبيكون في حصة الكاراتيه ومش بيسمعه، فبتضطر تفتح الباب وبيسألها تعرف الشخص اللي في الصورة، فبتقول له ده جوزي، فبيطلب منها تيجي معاه علشان تتعرف على الجثة اللي تلاقوها. وبيوصلوا للقسم وبيبدأ كران يحقق معاها، بيسألها متجوزين امتى وان ترى بنتهم ولا لا، فبتقول له ان هما متجوزين من 15 سنة وان ترى بنتهم. فبيسألها اتعرفت على اجيت فين، فبتقول له انها كانت شغالة في مالها ليلي واتعرفوا على بعض وحبته واتجوزوا، لكن ما كانش همه حاجة غير الفلوس وانه غدار. فبيسألها كنت فين يوم 10 في الشهر، فبيروحوا البيت علشان توري له اثبات انها كانت في السينما مع بنتها ورجعت البيت الساعة 11 بالليل. بينتهي التحقيق وبيكون كران مش مقتنع بكلامها. بيشوف ديبوك في الشارع وبيوريه صورة اجيت وبيسأله لو تعرفه، فبيقول له ان اول مرة يشوفه. وبيطلع ديبوك لمايا فبيسألها هو ايه اللي شغالين معاكي في المطعم يعرفوني، فبتقول له كلهم يعرفوك وبيحبوك وانا كمان بحبك زيهم، وبتحضنه وبتشكره على وفاته معاها. بيبدأ كران يشك في مايا، بيتخيل السيناريو اللي حصل وان مايا كانت في السينما لما خرجت قتلت اجيت وحرقت جثته. وبتتصل مايا بديبوك وبتعرفه ان الشرطة اخدت منها تذاكر السينما كاثبات. بتتكلم طارة معاه وبتقول له ان الضابط قابلها النهارده وسألها لو تعرف اجيت، فبتقول له انها ما تعرفوش، وبيسألها كنت فين يوم 10، فبتقول له كانت في السينما مع امها. وبتقفل المكالمة مع ديبوك. بتفتكر باقي كلامها مع الضابط وانه سألها كلمت حد وانت في السينما، فقالت له انها كلمت صاحبتها ماريا. وبيروح كران يقابل صاحبة ديبوك وبيشربوا القهوة وبيفتكروا ايام زمان لما كانوا على طول مع بعض. بيطلب منه يراقب مايا لان هي المتهمة الاولى والوحيدة في قتل اجيت. بيكون كران بيراقب مايا، بيطلب منها يتكلموا في قضية جوزها. بيقعدوا في كافيه وبيكون كران جعان وبيطلب اكل. بيطلب من مايا تحكي له تاني كانت بتعمل ايه في يوم 10، فبتقول له انها حكيت له قبل كده كل حاجة بالتفصيل. فبيطلب منها تخلي بالها على نفسها علشان ممكن اللي قتل اجيت يأذيها. وبتقول له ما تضيعش وقت تاني الا في حاجة مهمة، وبتسيبه وبتمشي. بيتكلم مدير المدرسة مع ديبوك وبيقول له ان الطلبة كلها سقطت في امتحاناته بسبب صعوبته. بيطلب منه يقلل الصعوبة شوية علشان ما يعقدش الطلاب. بيتكلم كران مع ماريا وبيسألها عن ان تارا دخلت السينما يوم 10، فبتقول له ان تارا غبية دخلت الجزء الثاني من الفيلم من غير ما تتفرج على الجزء الاول. وبيتكلم دكتور التشريح مع كران وبيقول له ان اجيت مات عن طريق الخنق بسلك سميك وانه مضروب على راسه بعصاية السخان. بيروح كران للمطعم واول ما مايا بتشوفه بتتوتر وبتكون عايزة تقفل المحل علشان ما يخشش، لكنه بيدخل وبيطلب منها اكل. وبيكون كران واقف مستني مايا تخرج من بيتها وبيقابل ديبوك، فبيسأله مالك متضايق من ايه، فبيقول له ان الطلاب كلها سقطت في امتحانه وانه كان عايزهم يفكروا ويفهموا الرياضيات مش يحفظوا. في الوقت ده بتخرج مايا وبتكون لابسه هدوم شيك ومهتمه بنفسها. بتمشي مع كران وديبوك وبيشوف المنظر وبيغير عليها. بيرجعوا يقعدوا في كافيه وبتشتغل اول اغنيه وبتقوم هي اللي تغنيها. بيرقصوا مع بعض طول الحفله، وبعد ما الحفله بتخلص بيكمل كران معاها وبيشكرها انه قضى يوم مميز معاها وبيبان عليها علامات الاعجاب. وبعد ما بتمشي مايا بتتغير ملامح وش كران وبيكون بيمثل عليها انه معجب بيها علشان يوقعها وتعترف بجريمتها. بيتصل بسنغ بيقول له عملت اللي قلت لك عليه. بترجع مايا البيت وطارة بتقول لها ان الشرطه جات لها البيت واخدت السخان. وبيتصل ديبوك بيها وبيسالها عملت ايه مع كران، فبتكذب عليه وبتقول له انه سالها عملت ايه يوم 10، فبيقول لها تخلي بالها على نفسها وبتكون الغيره قتلاه. وبيتقابل كران مع الدكتور وبيعرف ان السخان مش متطابق مع اداه الجريمه. وبيروح كران لمايا في المحل وبيطلب منها يتكلموا، فبترفض بسبب اللي عملوا فيها اخر مره اتقابلوا. فبيترجاه يتكلموا دقيقه واحده بس، فبتوافق وبيتاسف لها على اللي عمله. بيقول لها لو عايزاه يبطل بحث وراها هيعمل كده. فبتسيبه وبتمشي وبتجيله بريمه وبتقول له خد مايا في موعد واخرجوا مع بعض. فبيقول لها ان اكيد في ناس كتير معجبه بيها. بتقول له ان مفيش حد معجب بيها غير ديبوك. فبيتصدم من كلامها وبيسيب المحل وبيمشي. فبيروح للمدرسه اللي ديبوك بيشتغل فيها وبيعرف من السكرتيره ان ديبوك كان غايب يوم 10 وانه مش بيغيب خالص في العادي. وبيكون ديبوك في حصه الكاراتيه وبيخلص، ولما بيخرج بيلاقي كران في وشه وبيتصدم من وجوده. فبيتكلم كران معاه وبيقول له ان الحقيقه دايما كانت قدامه بس ما بيكونش شايفها، وان بعد البحث ورا مايا مفيش دليل انها قتلت اجيت، وبيشك ان في شخص بيساعدها. بيساله كنت فين يوم 10، فبيقول له كنت قاعد في البيت طول اليوم. فبيتهموا انه بيحب مايا ومغرم بيها، وبيساله ايه
والسبب ان اللي حرق جثة اجيت وخفى ملامحها ساب هدومه نصها مش محروقة. فبيقول له انه مجرد مدرس رياضة وان هو اللي ظابط. وبيكون ديبوك في طريقه لباب شقته فبيقابل مايا وبتقول له انا في حاجة مش فاهماها، الشرطة في الاول ما كانتش بتشك فيه ودلوقتي بيشكوا فيهم ان هم مرتبطين وبيحبوا بعض. فبيطلب منها توعده ان مهما حصل ما تعترفش بجريمتها وبيسيبها وبيمشي وبيدخل بيته وبيعيط وبيكتب جوابات غرام وبيحطها من تحت باب مايا. وبيروح للقسم وكران بيبدأ تحقيق معاه وبيعترف ديبوك انه قتل اجيت وان مايا هي اللي قالت له يقتله وبيطلب من الضابط يقبض عليها. فبيروح كران لمايا وبيعتقلها وبيكمل ديبوك اعترافاته وبيقول انه الحارس الشخصي لمايا وان هم مخبين عن كل الناس وانه كلم اجيت واتقابلوا وخنقوا لحد ما بيقتله وجرده من هدومه وضربه بطوبة في راسه وحرق جثته لما النار كانت عالية سابه ومشي علشان ما يتمسكش. وان مايا ما تعرفش انه قتل اجيت علشان ما تخافش من التحقيقات وتعترف بالجريمة. فكران بيقول له ازاي ما كانش تعرف وازاي هي اللي امرته يقتل اجيت. فبيقول له انه كان بيتصنت على مايا وكانت بتتكلم عايزة تقتل اجيت وكانت بتقصد تأمره يقتله لكن بشكل غير مباشر. فبيسأله ليه جاي تعترف دلوقتي. فبيقول له انها خانته معاه وانه راح الملهى اللي كانوا خارجين فيه وشافهم وكانوا هما الاتنين معجبين ببعض. تستغرب مايا من اعترافات ديبوك وبتقول للظابط انه كذاب وانه مش الحارس بتاعها وهو مجرد جار. بتحكي له انها كانت عارفة انه بيحبها وما توقعتش ان الموضوع يكبر للدرجه دي. وبعد التحقيقات بيتكلم كران مع القائد وبيقول له ان ديبوك اعترف بجريمه القتل وانه قتل اجيت وان مايا ما فيش اي دليل قوي يدينها في القضيه. بيروح كران لمايا وبيفرج عنها فبتطلب منه تكلم ديبوك قبل ما تمشي. فبتروح تكلمه وبتساله ليه بتعمل كل ده. فبيقول لها انه لازم يعمل كده بعد ما انقذت حياته. وبيحكي لها لما خبطت عليه اول مره على الباب وكان ساعتها بيحاول ينتحر ولما هي خبطت عليه ما انتحرش وفتح لها الباب وكان بيحاول ينتحر بسبب انه قعد سنين بيحاول يحل مسألة رياضية ولما بيوصل لحلها بيكون في شخص تاني حلها قبله ب30 ساعة وساعتها حس بالفشل والاكتئاب وكان عايز ينهي حياته وهي اللي انقذته من الموت. وبيطلب منها ما تجيش تزوره وبيكون هيقضي فترة السجن يحاول يحل مسألة الرياضة هتاخد منه 15 سنة علشان يوصل للحل. وبيوصيها تخلي بالها من نفسها وتارا تهتم بيها. فبتمشي مايا وبتكون حزينة. بتوصل البيت وبتحضن تارا وبتقول لها ان ديبوك ضحى بنفسه علشان ينقذهم. وبيكون ديبوك قاعد في الحجز وبيفتكر ان اجيت مات يوم 9 ولو مات يوم 10 هيكون القاتل مجهول. فبيروح يأجر شخص وبيديله فلوس علشان يروح يحجز 3 ايام في الفندق وبياخدوا بعدها وبيروحوا حته مقطوعه وبيضربوا على راسه بمفتاح السخان وبيقتله وبيشوه الجثه وبيخفي ملامحها وبيولع فيها وبتنجح خطته وبينقذ مايا حبيبته.